السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة على موضوع جديد هو الجرافيكال كولوم سكادول، اللي هو جدول أعمدة رسومي بيجمع بين البيانات زي نوع العمود والدور والأبعاد وشكل العمود، هل هو مستطيل ولا مربع ولا دائري. والهدف منه إن المراجع يفهم العمود شكله وأبعاده من غير ما يفتح اللاي أوت اللي موجود. فأنا إزاي بعمل الجرافيكال كولوم سكادول؟ بروح على تاب فيو، بعد كده على سكادولز، جرافيكال كولوم سكادول، فيفتح لي الجرافيكال كولوم سكادول. هلاقي فيه أول حاجة تحت الجرافيكال هلاقي الكولوم لوكيشن، هلاقي جاب لي العمود هو متقاطع جريد واحد مع جريد A، وده العمود ده جريد اتنين مع جريد A، وهكذا. بعدين لو عملت سيلكت على العمود، بعدين رحت على 3D، هلاقيه عامل سيلكت على العمود في 3D، يعني هو مش مجرد صورة موجودة في الجدول. بعد كده هبص على شمالي فهلاقي الليفلز بتاعة العمود، هو منين لفين، لو في تغير في القطاع، هل في تخسيس، هل في أي حاجة. بعدين لو بصيت هنا هلاقي عشان العمود فيه شطفة بتاعة الجوين اللي هي البلاطة قطع فيها، فهلاقي شكل العمود يتاخد منه الحتة المربعة دي، وكذلك هنا. فهو بيفهم شكل العمود تلقائي، ولو في اوفست او حاجة هو بيجيب الاوفست. لو بصيت هنا هلاقيه من ليفل 6 لليفل 5. يعني انا مثلا لو مسكت عمود، خلينا نعمل زي ايه مثلا، ماشي زي ده، هعمل له كده. خلينا نشيل السكشن بوكس، خلينا نعمل سويتش جوين اوردر. بعدين اروح على الجرافيكال كولوم سكادول، هلاقي الحاجات اللي انا عملت سويتش جوين اوردر، هلاقي كلت من العمود فعلا. الكاميرا انا خليتها تعمل سويتش جوين مع العمود، فكانت مع العمود هي اللي كملت مش العمود اللي كمل، فغيرت في شكل العمود. فهو بيفهم شكل العمود من الطبيعة اللي موجودة فيه في الموديل بتاعي. أه وبس كده أظن الموضوع سهل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو آخر حاجة قبل ما أقفل، إن هو إحنا بنستفيد منه كمان في إن إحنا مثلا لو في تخسيس أو في حاجة، فأنا بعرف العمود اتخسس فين، من الدور كام لكام، فبيديني صورة عامة وبيسهل عليا كتير جدا يعني. السلام عليكم ورحمة الله.